السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. حبيت افرجكم كده مدينة العالمين او جزء يعني صغير منها. ده عند المول طبعا بتاع العالمين. بصراحة عاملين اشكال بره تجنن، يعني تحفة. وطبعا في كافتريات، في طبعا محلات كتير، في سوبر ماركت. بس يعني بصراحة الديكور اللي كانوا عاملينه كان رهيب. انا لما دخلت الديكور اكتر حاجة شدتني اكتر من المحلات. شايفين اكن في سما، اكن البيوت اللي هي الطراز اللي هو اليوناني. بصراحة حاجة كده تجنن وتحفة. عجبني قوي الحاجات اللي هم عاملينها. يعني تشد كده، وحاجات جديدة وغريبة على أي مول جديد معمول. طبعا المكان جميل جميل، والموقع بصراحة حلو قوي. بس انا ما اتفرجتش بصراحة على المحلات، يعني ما كانش اهتمامي ساعتها المحلات ولا كده، ان انا ادخل مثلا واشوف باقي المحلات وما كانش كل المحلات فاتحه. انا قلت ناخدكم كده جوله نتفرج على الحاجات اللي كانت فاضله بقى، او الحاجات اللي انا يعني عملتها في اسكندريه. وكنت بصراحه الفيديوهات، كان في فيديوهات ما كنتش عارفه اطلعها خالص، فحاولت اجمع لكم كل الحاجات كده في فيديو واحد. وفي فيديو جميل ان شاء الله باذن الله ينزل لكم، بتاع خطوبه اخويا. بس كان اللي معطلني بصراحة ان كان عندنا حالة وفاة، وخلصنا من حالة وفاة طلعنا في حالة وفاة تانية. فالحمد لله يعني. انا ما بحاولش اني اجيب لكم الحاجات السلبية، بس بختفي كده شوية وبحاول اني اطلع لكم فيديوهات تكون يعني فيها لا حاجة تفيدكم، لا حاجة تشوفوها ما تكونوش شفتوها او رحتوها. فمنها ان انتم تتفرجوا معايا على الحاجات الجديدة، باخدكم الجولات كده اللي ممكن تعجبك، ممكن تحبي تزوريها، ممكن تتعرفي منها على مكان حتى لو في بلد تانية، او تعرفي مكان تروحيه، او اكله في مكان تكون عجبتني فاجيبها لك. المهم ان انا بحاول افيدكم باي شكل، وان شاء الله تكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم كده. الجوله بقى ايه، احنا بنتفرج اهو، بفرجكم على المحلات، وانا منبهره بصراحه بالديكور والحاجات اللي عاملينها. يعني دي اكتر حاجه عجباني بصراحه، اكتر من المكان نفسه والحاجات الموجوده فيه، هي الديكور اللي معمول. وهنتنقل هنا لحاجة تانية. هنا كان المكان اللي أكلنا فيه. واحنا داخلين نحاسب كده لقيتهم حاطين حاجات ومنتجات بيبيعوها. تعالي نشوف مع بعض بيبيعوا ايه. بيبيعوا أعشاب، بيبيعوا برادات، بيبيعوا حاجات خاصة بقى بالمنطقة اللي عندهم. واخدنا كده جولة سريعة كده في الحاجات اللي بيعملوها، ودي طبعا كانت المنيو بتاعها. وهنا محطة الرمل زي ما انتم شايفين، لقيت محل جديد بالنسبة لي أنا اسمه رغيف وكبدة ومش عارفة ايه الهرم، حاجات كده يعني. فقلت أصوره لكم. وطبعا زي ما انتم عارفين لازم لازم نروح دريس. ودي كانت المرة التانية اللي رحناها، بس المرة دي بقى رحنا مين؟ انا واختي وولاد اختي الاتنين فالي وريانا. ورحنا بقى ايه، طبعا كل واحد بقى طلب الطلب اللي بيحبه. وزي ما انتم شايفين كده، دي المعلقه دي من الشوكولاته، بيعملوها من الشوكولاته، بيقدموها طعمها بيبقى جميل قوي وتبقى لذيذه، والفكره نفسها حلوه قوي. دول بنوتاتي طبعا بقى ايه، كل واحد طالب حاجه. وده المكان زي ما انتم شايفين، انا بحبه قوي بصراحه المكان ده، وبحب اجي اقعد فيه، بحس كده براحه وبحب الاكل بتاعه او الحلويات بتاعته. زي ما انتم شايفين بقى كده على الحلويات. والاحلى طبعا اللمه، وان انتي كده تخرجي مع اخواتك او مع اولادك، بصراحه بتفصلي شويه وتبقي بتعملي تغيير وتجديد كده. مش بس يعني مش بس الطعم بتاع الحاجات اللي بيعجب الواحد، كمان حتى الخروجة نفسها، ان انتي تخرجي وتلمي كده اهلك او اولادك كده حواليكي، دي حاجة تانية. في يوم من الايام التانية رحنا فين؟ رحنا فيروز. فيروز ده في محطة الرمل. كنت بقى انا واولادي وابن اختي، ورحنا اكلنا كده بره. كانت اختي رايحه معايا بصراحه، بس بعدين اختي التانية تعبت، فاخدتها وراحت بيها للدكتور، علشان كانت هي خلاص برضو على وش ولادة. زي ما قلت لكم ان كان الايام بتاعتي غريبه جدا جدا. ده الاكل اللي احنا طلبناه.
كان عبارة عن رز معمر، وده فتوش وفتة، ودي شاورما. والاطباق كانت متقدمه بالشكل الجميل ده، طبعا معاها بطاطس ومخلل زي ما انتوا شايفين. وطبعا ما نسيتش نفسي بحماميه كده محشيه فريك حلوه تجنن. كان الاكل حلو قوي قوي ولذيذ. وبالصدفه كمان واحنا بقى قاعدين زي ما انتوا شايفين كده، اولادي طبعا وابن اختي دوقوني، يعني كل واحد ايه ضاق من الحاجات ديت وشاف الطبق بتاع التاني فيه ايه واكلنا. كان الاكل حلو قوي قوي ولذيذ. وبالصدفة كان في بقى تصوير للمكان اصلا، وجايبين مخرج وجايبين حد يعني هيصور يعني زي ممثل او كده. ده ابن اختي، ودي بنوتي، ودي بنوتي التانية، وانا طبعا. والمكان بجد جميل قوي قوي لذيذ زي ما انتم شايفين كده. طبعا دخلت على ايه، على طاجن الرز المعمر، وبدأت بقى ايه اكل سلطة فتوش كده يعني وتعالوا تفضلوا معايا. صراحة كان الأكل لذيذ، واحنا كنا يعني اتأخرنا على ميعاد الغدا. وطبعا قعدوا بقى يقولوا لي ايه دوقي لي، طب من هنا، طب دوقي من هنا. فقعدت ادوق بقى بصراحة، يعني اقول لهم لا. دقت طبعا من كل واحد فيهم، عجبني خالص. طبعا ابن اختي قال لي ايه، لا انتي دقتي من فالي، لازم تدوقي مني كمان واحدة. فانا دقت بقى منه واحدة كمان. طعمها جميل جميل جدا، وألف هنا وشفا علينا يا رب وعليهم. وبصراحة يعني هي حلوة. لما شاف بنوتي بقى غارت، فقالت لي ايه لازم تاكلي مني انا كمان، وعطتني بطاطساية. شفتوا القمرية بتاعتي هنا بقى الحمامية، عمالة اقول لها اكلك منين يا بطة. ورحت بقى ايه قطمة كده. سيبكم بقى من اللي بيصورني ايه يعني متغاظ طبعا. انا ماسكة الحمامية باكلها. قلت اكلها بالشوكة والسكينة كده وبتاع. حاولت بقى ايه بقطعها، يعني ما رضيتش طبعا ايه. زي ما انتم شايفين حاولت اقطعها واوريكم الفريك اللي جوه، واوريكم اللحم بتاع الصدر بتاعها كان حلو قد ايه. المهم يعني حاولت كده اقطع فيها، وبعد كده ايه قعدت ايه كل. وطبعا الحمام هو بصراحة ماما بتعمله حلو جدا، وانا بحب اكله على طول منها يعني ومن ايديها. بس انا حسيتها السنه دي هي كانت تعبانه، وكنا مشغولين كلنا كتير، ما كانش فيه طبعا الوقت اللي ان هي تعمل لنا حاجه او كده. المهم هنا بقى كان زي ما قلت لكم ان كان في تصوير، فكانوا جايبين بقى مجموعة اطباق من الاطباق اللي بيقدمها المكان، وحاطينها كده وبيصورهم طبعا. المفروض ان اللي قاعد هو اللي هيبدأ بقى يدوق الحاجات ديت ويحكي عنها او يوصف عنها. فانا استأذنتهم بصراحة اني اصور معاهم، واصور الحاجات اللي هم بيقدموها. فصورت كده يعني جزء منها طبعا، يعني ما حبيتش برضه اضايقهم عشان شغلهم وكده وما عطلهمش. بس حاولت اني اصور على قد ما اقدر الحاجات اللي موجوده، واستاذنت اني اطلعه وقال لي اوكي. ف طلعته، قلت طبعا بالف هنا وشفا يعني عليك. هتاكل مش عارفه هياكل كل الحاجات دي يعني مجرد ما هيدوق يعني من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص شبع. بس بصراحه طريقه التقديم بتاعتهم، انا كنت بهزر طبعا. طريقه التقديم بتاعتهم لذيذه قوي وحلوه. دي بنوتي طبعا كانت ايه رايحة وجاية كده اهوت، فانا قلت لها استني بس نصور عشان نمشي. طبعا الاطباق اللي بيقدموها اكترها اطباق شامية، وحلوة قوي للعائلات او للناس، مثلا لو واحد وخطيبته او واحد ومراته او كده يعني. مكان بجد لذيذ وظريف، واسعاره كويسة يعني ومعقولة بصراحة. وبرده في سندوتشات تحت لو انت عايز تاخدي تيك. انا في اسكندريه ابص كده الاقي لكم ايه في محطه الرمل، ما بين المنشيه ومحطه الرمل، او بالظبط كده يعني في محطه الرمل عند المشاريع اللي هي بقى ايه بتركب من الشارع اللي هو عند البحر. لقيت لكم حتة محل يجنن تحفة. محل ده محل بيبيع الحاجات والأسعار بتاعته جميلة جميلة جدا، رخيصة تعتبر بالنسبة حتى لقلب المنشية أو لأي مكان تاني. بيع أسعار جملة وبيع حاجات كتير، كل اللي بتطلبيه لبيتك أو بتكوني عايزاه لمطبخك، حمامك، لبيتك. بصي هتروحي انا متأكدة، يعني انا يعني مسكت نفسي بصراحة. وكمان يعني ما كانش يوميها معايا كتير ان انا ايه
اجيب كل الحاجات اللي انا عايزاها، وحاولت ان انا امسك نفسي، لان انا لو فتحت في الحاجات ديت انتوا عارفيني بحب قوي قوي الحاجات بتاعت المطبخ والحاجات بتاعت يعني اي الحاجات الاشكال والحاجات الجديده دي كلها بتغريني جدا وبحبها وبحب اشتريها. فاي حاجه مش موجوده عندي ببقى حاسه ان انا عايزه اجيبها كده اهوت. وزي ما انتم شايفين المكان مغري جدا بصراحه بصراحه. عجبني الحاجات قوي. اشتريت كام حاجه، بصوا ما هقول لكم اشتريت ايه. اشتريت العلب بتاعه المطبخ اللي هي بتاعه الوطنيه دي، عجبتني كتير، البلاستيك اللي هي بتاعه التلاجة. جبت منهم طقم، وجبت كمان ايه هوريكم دلوقتي. انا بصراحة كنت عاملة يعني فيديو حاطة فيه الحاجات اللي انا اشتريتها، بس مش عارفة راح فين. شايفين العلب ديت؟ هي العلب المربعة دي اللي انا جبتها. وجبت كمان اللي هي الدواسة بتاعة البانيو ديت، اللي هي بتمنع ان الواحد يتزحلق او كده، اللي عليها الاسماك دي اللي انتوا شفتوها الاول ديت في الفيديو. عجبتني برضو وحسيت ان هي هتليق قوي مع الحمام بتاعي، فجبتها. وجبت ايه تاني؟ وجبنا لماما ال- الصفاية بتاعت الأطباق، اللي هي هوريها لكم دلوقتي. لا مش دي ولا دي ولا دي ولا دي. الصفاية اللي بتحط على الحوض، جبنا لها واحدة بيضة كده لذيذة قوي برضو. يعني رحت لقيتها هي كان عندها واحدة دورين وكده، زهقت منها بصراحة رمتها. فحسيتها ان هي بتحط المواعين في واحدة صغيرة، فلقينا واحدة كبيرة، وعارفين طبعا ان هي كمان زينا بتحب الحاجات قوي بتاعة المطبخ. فرحنا اشترينا لها انا واختي اللي هي البيضة دي اللي انت شفتها في ايوه هي دي. جبناها لها انا واختي طبعا. واختي جبت للولاد لولادي، وهو اسم المكان بلبل جروب. ده في اول شارع في ظهر اللي هو الشارع اللي فيه المشاريع ده على طول. هتلاقي بصراحة عنده كل الحاجات بصراحة جميلة قوي، وأسعار فعلا أقل من السوق. واختي جابت اللي هي زي ما بقول لكم كده، اللي زي ايه، اللي بيحطوا الاولاد فيها الميه وكده. وجابت اللانش بوكس ده لابنها. القبيسي ده اوعوا تروحوا له. اه والله. رحنا اخويا اخدنا ورحنا شربنا عنده مانجا، جاب لنا مانجا قطع كده، بس كانت حادقه جدا وما عجبتنيش بصراحه. قلت له المحل ده عمري ما هروح اشرب منه تاني. وهنا كانوا دبسوني طبعا في البيت عند ماما، انا ما بعملش اي حاجه، وكلهم عارفين ان انا وانا في مصر في الاجازه ما بعملش اي حاجه في المطبخ. والله هم اللي معوديني على كده، يعني هم بيدلعوني وبيبقوا عارفين ان انا طول السنه يعني تعبانه وكده، فبيدلعوني بيخلوني ما اعملش ولا حاجه. بيعملوا لي كل حاجه كل حاجه، يعني حتى لاولادي بيعملوا لهم كل الحاجات. فانا متعوده على كده. فالسنه دي بقى طبعا دبست في ان انا اعمل لهم الاكل، فقلت لهم والله لازم لكم. قلت لهم الفراخ الحلوة ديت وحشيتها لهم بالفريك، وعملت لهم جنبيها فريك ورز تاني اصفر، بس مش عارفة الطبق راح فين. طبق مين خباه مين خفاه؟ ما تقولولي. طيب شايفين الفراخ محشية لغاية فين؟ شايفين الجمال؟ طعمة طعمة ولذيذة وحاجة كده. مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. كلهم اتبسطوا قوي من الاكل اللي أنا عملتها طبعا، وعملت لهم عزبان في يوم تاني يعني مش في نفس اليوم يعني. بس طبعا ما صورتش بقى الحاجات ديت، انا بهزر. وجت اختي طبعا الحلوه الاموره دي، جت ولدت اليوم اللي انا مسافره فيه. بقيت محتاسه لا عارفه اظبط شنطي، ولا اروح لها المستشفى واقف معاها لغايه لما تخلص ولاده، ولا اعمل ايه. وجبت لنا النون العسل ده، ربنا يخليه لها يا رب، ويخلي لها اخواته ويبارك فيهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده العسلات عسولي خالص يا ناس ما شاء الله. وهنا دي شنطة الولادة، حبيت اوريكم كده بسرعة بسرعة. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت قلت لكم مستعجلة، كنت بعمل شنطة الولادة بتاعتها وشنطتي. دي شنطة الولادة طبعا واحنا في المستشفى، قلت اصورها لكم بسرعة لاني ما لحقتش طبعا اصورها لكم واحنا موجودين في البيت. هنا طبعا دي الهدوم اللي يعني احنا عملناهم اطقم. طقم اللي هيقعد بيه البيبي في المستشفى اول يوم او اول ما يتولد، طقم البيبي اللي هيخرج بيه من المستشفى، والطقم اللي هو هيلبسه في اليوم اللي هيبات فيه في المستشفى. وبعد كده طبعا ايه اللي موجود تاني هنا؟ طبعا ده الطقم اهو بوريهولكم. شايفين الجمال والشياكة عسل عسل. تاج بقى وقمر كده على على الطقم. قلنا خلاص ده نخليه اصلا للاسبوع. بعدين رجعنا في كلامنا قلنا لا، يخرج بيه من المستشفى. طقم شيك قوي. طبعا لازم تجيبيه شراب للبيبي، حتى لو هتلبسيه توتا من تحت، لان طبعا بيكون لسه بدرجة حرارة الجسم بتاعته وكده، بتكون لسه مش واخدة على الجو الخارجي.
ما شاء الله ما شاء الله. اول ما تحضري كده هدوم البيبي بتاعت بوسي هتكبري، بس مضطرين، هنعمله ايه؟ احسن. انا عايزه اجوزهم بدري، مش عايزه ان اجوزهم شاء الله متاخر. ربنا يفرحك بيهم يا رب يعني مش عايزاهم لما يكبروا ومش عارفه لا لا، ايه. طب ما انا عايزه اجوزهم بدري برضو. انا 5. شفتوا بقى، دي كانت مرات اخويا وكنا بنتكلم مع بعض، حبيت اسيبها كده اهوت وهتجوز العيل. شفتوا هو صغيرين ازاي. هنا كان الطقم ده اللي اتفقنا ان احنا ده هيكون بتاع السبوع. وطبعا زي ما قلت لكم لازم تكوني مجهزة الكفولة اللي هو الرباط القماط اللي هو بتاع الجسم. طبعا الكفولة كانت بتحط زمان، دلوقتي بنستغنى عنها بالكادلس. وطبعا الكريم بتاع الكادلس بتاع البيبي والشامبو بتاعه والهدوم الداخلية الفلين وتقيل للبيبي. وكمان هناخد هدوم خارجية وداخلية للأم اللي هتولد. وطبعا الشامبو بتاعها والفرشة بتاعت الشعر بتاعتها ومكياج بسيط للأم برضه عشان ما تبقى شكلها كده جميل وأمورة. وطبعا بناخد كوبرتا أو بطانية للبيبي. دي أوضة الولادة، ويا رب يرزق كل مشتاق وربنا يبارك لك يا هنا في البيبي بتاعك. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. باي باي يا حلوين.